الجنيه ده ب75 جنيه. مصر أماكنها وحكاياتها ما بتخلصش، والنهاردة هنتعرف على واحد من أغرب الأسواق في مصر، السوق ده أغرب سوق شفته في حياتي، وهو سوق ديانا الموجود في وسط البلد اللي مليان بحاجات مش تتخيلوها. يعني دي راس ديب؟ ده بذكر واحدة اتولدت سنة 1933. فإيه رأيكم ناخد جولة في السوق العجيب ده؟ عارف سوق ديانا؟ بدأنا اليوم الساعة 9 الصبح من وسط البلد، وده لأن السوق بيبدأ بدري جدا، وأقرب محطة مترو للسوق هي العتبة. والسوق ليه اسمين، أول اسم هو سوق السبت، وده لأن السوق بيتعمل يوم السبت بس. والاسم التاني والأشهر هو سوق ديانا، وده لأن المكان اللي بيتعمل فيه السوق موجود فيه سينما ديانا بالاس. والسوق زمان بدأ ببيع العملات القديمة والنادرة بس، ولكن دلوقتي هتلاقي فيه كل حاجة ممكن تتخيلها، أي حاجة تيجي في بالكم هتلاقوها في السوق ده، وبأقل الأسعار. تفتكر ممكن في كاميرا ب 200 جنيه؟ لا مفيش كاميرا ب 200 جنيه. لسه جايبين الكاميرا دي حالا ب 200 جنيه، لسه شاريين دي حالا ب 100 جنيه. ايه اغلى ساعة عندك هنا؟ دي اغلى ساعة عنده وب 500 جنيه بس. ومش بس اللي بيميز السوق انه ارخص سوق انتيكات في مصر، لا ده اللي بيميزه اكتر التنوع اللي فيه. باروكة الحاج سميح في سنة 1904. يعني مثلا شفنا فيه جوازات سفر للبيع، سمية فكري محمد بهجت خيري سافرت الكويت السعودية. وتليفونات قديمة جدا، وآلات موسيقية، الجيتار ده شغال؟ ينفع اجربه؟ انا اصلا بعزف غلط يعني. وساعات منها الانتيكة ومنها الجديد. والسوق ده بيزوره كل الناس سواء صغير او كبير. انا بقالي سنين باجي السوق ده. انا باجي كتير سوق ديانا، ما يعادل حوالي 22 سنه 23 سنه. اعتبرني ما بين غاوي وما بين هاوي وما بين بياع وما بين دوار ورا الانتيك. اعتبرني زي ما تعتبر، بجمع افيش وبشتغل في الافيش. واي حاجة في السوق ده قيمتها مش بشكلها، قيمتها في معدنها. سوق عجيب جدا، لازم تزوروه ولو لمرة واحدة.